ضحك على الفاضية وعلى المليانة، دلوقتي إيه حل بقى الهمة الضعيفة وعدم الانبساط؟ بص يا صديقي العزيز، طول ما قلبك بايظ تفضل بايظ. قلبك لو قوي وشغال صح والله هتلاقي نفسك عندك همه واراده رهيبه وحاسس بطعم الحياه، لان قلبك بينبض وهو بيحس بالدنيا واقل حاجه بتبسطك. لكن لو قلبك مات كل اللي عليك انك تقعد تعيط عليه. قوتك واحساسك بالحياه هو جاي من قوه قلبك، لو صلحته في حاجات كتير جدا هتتصلح في حياتك. طب يعني الحل إن أنا أبطل ضحك كده وكل حاجة تتصلح؟ انا ما قلتش تبطل ضحك، لكن قلت تبطل ضحك على الفاضيه وعلى المليانه، تبطل متابعه التفاهه، تبطل حياتك تكون مليانه تفاهات لدرجه انها خلاص بوظت قلبك. فتبطل ضحك على الفاضيه وعلى المليانه بسبب او بدون سبب، لان ده بيموت القلب ويضرك. وبالمره وانت ماشي لو عايز تصلح قلبك بجد وترجع تحس بطعم الدنيا، عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء. يعني قلبك من كتر المعاصي بيسود ويضلم، وكتر ما بتتعرض لذنوب وفتن وبتشربها وبتعديها عادي زي الافلام واللي بنشوف فيه واللي في الشارع وكل حاجه، قلبك بيسود وبيحجر.